الام كانت مستنيه ابنها في شغله عشان بقالها سنين ما بتشوفوش، بس بيبعت لها المساعد بتاعه، والمساعد بيقول لها ان هو مش فاضي دلوقتي عشان عنده اجتماع، فبتشوفه ماشي وعمال يهزر مع صحابه. ساعتها بتزعل جدا عشان بقالها سنين ما بتشوفوش، وفي الاخر مش عايز يقابلها ومفضل صحابه عنها. وبعد ما بتروح البيت المساعد بتاع ابنها بيجيب لها ورد وبتقول انت عايز ايه، وبيوريها ابنها في التليفون وابنها بيكلمها في الجو وبيقول لها انت وحشتيني، وبتقول له يعني انت مش عايز تيجي وبعت لي اللي شغال معاك، وبقول لها معلش عندي شغل كتير. وبتزعل جدا من ابنها عشان مفضل الشغل عليها، وبتدخل وهي زعلانه قوي. ومساعد ابنها بيدخل لها وبيقول لها ما تزعليش نفسك، بس هو فعلا عنده شغل كتير، وبتقول له ان الشغل ده اهم من امه، وبتدي له كتاب وبتقول له فيها الصور شغلها له عشان ممكن دي تبقى اخر حاجه اديها له عشان هرجع لبلدي دي تاني. بعد كده هو في الاجتماع وهو رايح يشرح الشغل بيلاقي ان ده فيديو بتاع صور وهو وامه لما كانوا صغيرين لما كانوا فقراء، وبيستغرب جدا لما بيشوف الفيديو ده، وبيعرف ان المساعد بتاعه هو اللي عامل كده، وبيتاسف للمستثمرين، بس المستثمرين بيصروا انهم يكملوا الفيديو عشان بيحبوا الشاب المكافح، يعني الاول كان ايه ودلوقتي بقى ايه، وبسبب برضه الفيديو ده قرروا انهم يتعاقدوا معاه. ساعتها بيروح لهم وهو عامل لها مفاجاه وبيتاسف لها عشان اتاخر عليها، وبيقول لها بسببك انا اتعاقدت مع اكبر شركه في امريكا.